في ربيعه 22 يطمح حميد محمد صباح كغيره من اللاعبين الناشطين في الدوري الإماراتي إلى التفاتة تمنحه مكانة في المنتخب الأول الذي يدير دفته المهندس مهدي علي، والذي ما زال يحظى بقبول الأغلبية لمواصلة عمله مع الأبيض. والله بخصوص الكابتن مهدي علي ما شاء الله كابتن قدير وغني عن التعريف صراحة يعني. وانا من وجهة نظري يعني انه بصراحة هو حاليا هو الاقوى يعني للمنتخب صراحة يعني. هو الاقوى، هو اللي وصل المنتخب لهالفترة وهالمرحلة، المفروض يكمل معاهم نهاية هذه التصفيات. في عرف الكرة لا يغير المدرب الفريق الذي يحقق النتائج الإيجابية، وبمثل تلك القاعدة يتعامل القائمون على الكرة في الإمارات، حيث كان الرد حازما اتجاه ما تناقله المغردون على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إقالة الرجل. تداولوها بعض وسائل التواصل الاجتماعي تويتر وهذا، لكن هذا الكلام غير صحيح. طلع الامين العام للاتحاد وقال هذا الكلام غير صحيح، والكابتن مهدي مستمر لقيادة المنتخب في التصفيات الدور الثاني ان شاء الله. المنتخب ان شاء الله راح يقدم مستويات ممتازه، خاصه بعد رجوع الكابتن علي خصيف والكابتن وليد عباس والكابتن الخبير وكابتن منتخبنا اللاعب الدولي الكبير اسماعيل مطر يعني. يؤمن الجميع نظريا أن الاستقرار على العارضة الفنية هو أهم التحديات لمواصلة المشوار الذي سيدخل مرحلة مهمة الأخطاء فيها ممنوعة. عندك السعودية، عندك اليابان، عندك استراليا، وعندك منتخب الإمارات. يعني الفرق كلها متقاربة، 10 نقاط، 9 نقاط، فالحظوظ ما زالت موجودة يعني. بعد انقضاء الفترة الأولى إن شاء الله الفترة الثانية إن شاء الله تصحيح المسارات، المباريات اللي خسرها المنتخب. والله النصف الثاني بيكون ان شاء الله بتكون المنافسه مشتده بين المنتخبات الاربعه، لكن انا اتمنى من كل قلبي يتاهل منتخبنا ومنتخب السعوديه، لكن هذا تمني، لكن الواقع يمكن يكون غير يعني، لان عندك اليابان واستراليا منتخبات على مستوى عالي يعني. فنتمنى المنتخب الاماراتي والسعودي ان شاء الله هم يكونوا واصلين لكاس العالم. أمثلة كثيرة عن منتخبات سقطت في فخ التغيير الذي قادها لاحقا إلى إفلاس في النتائج ونزيف في النقاط، وهو ما قد يكون كلمة السر في بقاء مهدي علي مع الأبيض الباحث عن تواجد مونديالي مضى عليه 26 سنة.